سيل الربوع هذا حصل في عام 1388 في يوم 4 القعدة زي اليوم هذا. الصباح الشمس أشرقت وما في أي حاجة، الجو طيب. رحنا المدارس حقتنا كعادتنا، كنا المدارس نمشيها مشي. مدرستنا كانت في جياد، مدرسة النموذجية. لغاية الساعة حوالي كان الساعة عربي كانت، ما هو كان زوالي الساعة، يعني زي ما تقول لغاية الساعة 2 الصبح، 2 الصبح بالعربي اللي هي توافق 8 دحين. ولا ما في شيء يعني يقول لك يهيئ انه في مطره حتنزل. بعد شويه كده الدنيا غيمت، فالمدرسه من عادتها انها تصرف الطلاب قبل المطر، واذا جات المطر تمسك الطلاب انين يجي اولياء امورهم ياخذوهم حتى لو يجلسوا لين المغرب. فبدا الجو يعني هواء يجي هواء هواء كثير، هواء شديد، عاصفه شديده. خرجنا نحن من المدرسه ونحن ماشيين في الطريق، المطره بدات تهتن شويه شويه. ما وصلنا منطقه السوق الصغير الا المطره نزلت بشده. فحبينا نحن، بيتنا كان في المسفله، مشينا لين وصلنا البيت. المطره اشتغلت حوالي 3 ساعات متواصله، لغايه ان المويه دخلت الحرم. لغايه في الحرم الناس طافوا على الخشب، وصلت المويه لغايه باب الكعبه في هذاك اليوم وصلت. والسيارات صارت تجي، السيارات تجي من المسفله على المسفله ثاني مره، السيارات تركب فوق بعض، يعني حوادث مع السيارات، سيول جامده سيول جامده. استمرت المطر ديك 3 ساعات بشده، ثم استمرت بعدين في العصر، ثم استمرت في الليل، وسموا ذاك اليوم سيل الربوع. كانت السيارات تجينا من اخر الدنيا، يعني من كثر ما في تصريف سيول، ما في اي شيء هذيك الايام زي الايام هذه. الحمد لله هذه الايام كله خير فيه موجود. فجات المطره ديك كل السيارات والمويه دخلت الحرم ودخلت البيوت حقتنا، وسحبت ناس كثير، وسحبت بضائع كثير من الدكاكين، لان الدكاكين واطيه كانت، شالت بضاعه كثيره، شالت بضاعه. فسموه سيل الربوع هذا.